أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها بالعناوين. برامج محو الأمية تحقق نتائج جيدة في الإقليم الجنوبي. فرع الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم سير البرامج التنموية الزراعية. تكريم طلاب الإقليم الأوسط المتفوقين في امتحانات الصف الثامن الوطنية. انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران في سلطنة عمان. ترامب يهدد المكسيك بعقوبات ورسوم جمركية بسبب نزاع مائي بين البلدين. ورئيس بيلاروسيا يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أوضح في الاجتماع الذي عقد في مندفر في 11 من أبريل الجاري لتقييم سير برامج التعليم للكبار، أوضح أن جهود محو الأمية تسجل نتائج مرضية. وأوضح مسؤول برنامج تعليم الكبار في فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين في التقرير الذي قدمه، أوضح أنه تم تعليم أكثر من 14,000 مواطن حتى الصف الثالث الابتدائي لمحو الأمية في المجتمع خلال 15 عاما الماضية. وأشار أن تعليم الكبار لمحو الأمية توسع بشكل جيد في المديريات، خاصة تلك التي تتمركز فيها إدارات المديريات والضواحي، وأنه بالرغم من العمل الذي تم إنجازه لم يتم نمو البرنامج في المرتفعات الغربية للإقليم، موصيا الجهات المختصة للتركيز في المنطقة. وذكر مدير عام تعليم الكبار والإعلام بوزارة التعليم السيد جبرزقي دمام أن الوزارة تنظم برامج تعليمية وتدريب مهني لمحو الأمية وتعليم من فاتتهم الفرص الدراسية في سنوات الدراسة من عمرهم المحدد للدراسة عبر التعليم المسائي الذي يتناسب مع أنشطتهم اليومية، مشيدا المجتمع بجهود المجتمع الذي لعب دوره الأساسي في هذا الصدد. وأبدأ مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني في كلمته الختامية تعليمات إدارات مكاتب التعليم لبحث وتحديد الفترة الزمنية لإعلان محو الأمية كليا بمشاركة الشركاء والمعنيين. عقد فرع الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا في مدينة عاصب يوم 12 من أبريل الجاري لمراجعة سير تنفيذ برامج التنمية الزراعية المخطط لها للربع الأول من العام الجاري. وفي كلمته الافتتاحية قال حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي إنه على الرغم من أن الإقليم غني بالموارد والثروات إلا أنه لم يتطور بالشكل الكافي في المجال الزراعي، مشيدا بالمبادرات الواعدة التي اتخذتها وزارة الزراعة لتوسيع وتطوير الأنشطة التي بدأت من خلال إجراء البحوث. وقدم رؤساء الفروع والوحدات عروضا موسعة حول تنمية الثروة الحيوانية وخدمات المراقبة الإقليمية ومختبرات صحة الحيوان والمحاصيل، بالإضافة إلى جمع الدخل الزراعي والتحديات والحلول وبرامج الربع الثاني. وأوضح الخبراء في تقريرهم أنه في حال توفر البنية التحتية اللازمة وتوظيف الكفاءات المهنية المؤهلة والكافية فمن الممكن تحقيق حصاد مثمر للبلاد والإقليم. وفي الختام دعا المشاركون إلى إجراء تقييمات منتظمة وتعزيز أنشطة الحفاظ على التربة والمياه وتوسيع الدورات التدريبية وتوفير البذور الصديقة للمناخ ومواصلة برنامج الزراعة المصغرة المربحة وتوسيع مدارس المزارعين، وكذلك الحد من الإنتاج الزراعي الداخل إلى البلاد بطريقة غير قانونية، حاثين على تعزيز العمل المنسق بين جميع الجهات الشريكة للحد من المواد الكيميائية. تم تكريم 241 طالب من المتفوقين في امتحانات الصف الثامن الوطنية في العام الدراسي 2023-2024 بجائزة الفيتوراني بعنوان فرع التعليم بالإقليم الأوسط والاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا.
وأقيمت مراسم التكريم صباح يوم أمس 12 من أبريل في ساحة المعارض الإكسبو، وكان 61% من المكرمين من الطالبات اللاتي أحرزن درجات أعلى من 90% في امتحانات المرحلة المتوسطة العام الماضي. وحاز 5 طلاب من ضمنهم 3 طالبات على كأس التميز وجهاز الإلكتروني التابلت لإحرازهم علامة كاملة 100%. وأشار مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبت جابر إلى أن من أهم العوامل للتفوق الدراسي هو تكامل جهد الطالب ومتابعة أولياء الأمور إلى جانب تعليم المعلم لهم. وذكر الآباء لتعزيز دورهم في متابعة وتوجيه أبنائهم أكاديميا وتربويا. وأوضح مسؤول فرع اتحاد الشباب والطلبة السيد سمسم كفلم أن التعليم هو حجر الأساس في التطور والحضارة، وأن الاتحاد يعمل بجد مع وزارة التعليم في هذا الصدد. وهنأ رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتريا السيد صالح أحمد دين في كلمته الختامية الطلاب، موضحا أن ثمرة الجهود المبذولة تدفع بعجلة التعليم نحو الأمام، وأنها تمكن من تحسين أداء الطلاب الأكاديمي وفوارق التحصيل بين المدن والقرى. وتعهد المكرمون بالاجتهاد المستمر لتحقيق التطور الوطني المنشود عبر التعليم واكتساب القدرات. نظمت المدارس في مديريتي هيكوتا وفورتساو وإقليم القشبركة أسبوعا طلابيا رياضيا وثقافيا، وقد تضمن الأسبوع الطلابي مسابقات رياضية وفعاليات ثقافية وفنية وقرية تعليمية وابتكارات وحرف يدوية، وشهد مشاركة 502 طالب و93 معلما في مديرية هيكوتا، و292 طالب و14 معلما في مديرية فورتساو. وصرح بذلك مسؤول التعليم في مديرية هيكوتا الأستاذ عبد القادر عبد الله ورئيس لجنة الأسبوع الطلابي الأستاذ صالح محمد، صرحا بأن الفعاليات أقيمت تحت شعار رؤيتنا وأهدافنا للتميز التعليمي. وقال إن المحتوى المقدم يعكس أداء الطلاب ويسلط الضوء على أهمية البرنامج. من جانبه حث مدير المديرية السيد شيخ الدين صالح إدخال أساليب تسهم في دفع ومشاركة أهلية وحكومية لتعزيز الأسبوع الرياضي والثقافي لدوره الكبير في عكس الأنشطة التعليمية والاستعدادات الثقافية والرياضية التي أجريت في المدارس. وقال المنظمون إن الأسبوع الطلابي المنظم في مديرية فورتساو الذي أقيم تحت شعار رؤى متناغمة للدفع بالتنمية تضمن أنشطة رياضية من بينها منافسات في كرة القدم وألعاب القوى وبرامج تعليمية واستعدادات أخرى. عقد الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية علا برعد سيمينارا يوم 8 من أبريل لتعزيز دور المرأة العاملة في كافة المجالات. هدف السيمينار إلى رفع مستوى الوعي لدى موظفات الخدمة المدنية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وتم التوصية في السيمينار إلى تعزيز دور ومساهمة عمال القطاع العام لضمان تمكين المرأة، باعتبار أن المرأة الكفؤة هي الأساس للمجتمع الكفؤ. ودعت مديرية علا برعد السيدة عائشة علي النور في ختام السيمينار دعت المرأة إلى تعزيز منظماتهن ومواصلة العمل على الارتقاء بأنفسهن من خلال التعليم والمهن. نظم مكتب التعليم في مديرية عرزة دورة تدريبية لمعلمي رياض الأطفال والمشرفين التربويين حول إدارة المدرسة والأساليب التعليمية. شمل التدريب المنظم من 2 إلى 6 من أبريل أساليب التدريس وحفظ الوثائق ورعاية الطلاب. وقال مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ تسفى هيوت والدقرقيس إن عدد المدارس التمهيدية تضاعف في السنوات ال5 الماضية، كما زاد عدد الطلاب بنسبة 89%. ارتفع عدد المدارس التمهيدية في مديرية عرزة من 3 مدارس بدائية من بداية الاستقلال إلى 18 أو إلى 18 مدرسة. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي، فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في سلطنة عمان وبحثت في الملف النووي ورفع العقوبات. وأضاف عراقجي في منشور على تليجرام أن الجانبين سيواصلان محادثاتهما الأسبوع المقبل. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي تحدثا لدقائق بحضور وزير الخارجية العماني قبل مغادرة مقر المحادثات. ونقلت وكالة تسنيم عن عضو بالوفد الإيراني قوله إن الجو العام للمحادثات غير المباشرة إيجابي. وترأس عراقجي الوفد الإيراني بينما تولى مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إدارة المحادثات من الجانب الأمريكي. بدوره هدد الرئيس دونالد ترامب المكسيك بفرض عقوبات ورسوم جمركية بسبب تأخرها في تسليم حصتها المائية بموجب معاهدة 1944، بينما أكدت الجارة الجنوبية أنها تواجه تحديات كبيرة مثل الجفاف وزيادة الطلب المحلي وتسعى لإيجاد حلول تفاوضية للأزمة. وتوعد الرئيس الأمريكي المكسيك بفرض عقوبات ورسوم جمركية في إطار نزاع بين البلدين حول تقاسم المياه، واتهمها بخرق معاهدة مائية تعود إلى عام 1944. وقال ترامب أن الجارة الجنوبية سرقت المياه من مزارعي تكساس ولم تلتزم بالتزاماتها. من جانبها ردت رئيسة المكسيك كولوديا قائلة إن بلادها كانت ملتزمة بالمعاهدة بقدر ما تكون المياه متاحة، مشيرة إلى الجفاف الذي تعاني منه البلاد منذ 3 سنوات. كما أكدت أنها وجهت وزراء البيئة والزراعة والخارجية بالتواصل فورا مع المسؤولين الأمريكيين. التقى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز الرئيس الشريف الذي يزور العاصمة مينسك حاليا. وبحث خلال اللقاء تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة عقب الزيارة المهمة التي قام بها لوكاشينكو إلى باكستان في نوفمبر الماضي. الخبر الأخير: قتل عشرات الأشخاص خلال الأسبوع الحالي جراء عواصف رعدية ضربت مناطق في الهند ونيبال، وتسببت رياح عاتية في أضرار وتأجيل مئات الرحلات الجوية في الصين. ففي الهند قالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار الشرقي البلاد إن ما لا يقل عن 61 شخصا لقوا حتفهم جراء عواصف رعدية وصواعق. وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على ولاية بهار. وفي نيبال المجاورة قتل 8 أشخاص في نيبال المجاورة جراء ضربات صواعق، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في إدارة الكوارث. وكان خبراء حذروا العام الماضي من أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مقلق في الصواعق القاتلة في الهند، إذ تسببت في مقتل نحو 1900 شخص. وفي الصين هبت رياح عاتية على مناطق الشمال وشرق البلاد، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق معالم سياحية وتعليق رحلات قطار وفقا لمصادر رسمية. مشاهدينا في كل مكان، نختم نشرة هذا المساء بأهم وأبرز العناوين. برامج محو الأمية يحقق نتائج جيدة في الإقليم الجنوبي. فرع الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم سير البرامج التنموية الزراعية. تكريم طلاب الإقليم الأوسط المتفوقين في امتحانات الصف الثامن الوطنية. انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران في سلطنة عمان. ترامب يهدد المكسيك بعقوبات ورسوم جمركية بسبب نزاع مائي بين البلدين. ورئيس بيلاروسيا يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني.
انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.